أيها الرب الإله، لطالما كنت لنا أبا وكنا نحن الأبناء، ونريد أن نبقى كما نحن أبناؤك الذين يلوذون بك في كل وقت. فاقبل بنوتنا ولا تهملنا، فاقبلنا دوما. الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمناصب، نجتمع اليوم لنقول لضحايا عرس بغديدة: أنتم من خافقنا في كل وقت، أنتم معنا كما كنتم دوما. ليست بغديدة لتنسى أحدا منكم، أنتم خالدون في أفئدتنا. نبقى مع كلمة لسيادة المطران مار بنديكتوس يونان حنو، رئيس سابق أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، فليتفضل. مساء الخير. سيادة أخينا العزيز مار أثناسيوس فراس دردر، النائب البطريركي على البصرة والخليج العربي، أبائي الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات المحترمات، الضيوف الكرام، أيها الأحباء، اليوم نحن مجتمعين بهذا الحفل التأبيني لهذه الفاجعة الكبيرة اللي هي فاجعة عرس بغديدة. صارنا هاي أكثر من 40 يوم نحن كي نعيش بفترة ألم وبفترة حداد، وانطلاقة هذا الألم وانطلاقة لهذا الحداد كان فرح، كان حادثة فرح، كان عرس. هذا العرس اللي دائما يجمع الناس للفرح، يجمعهم للبهجة، والعرس دائما اللي يجمع الناس يجمعهم بمحبة، لأنه مثل ما نعرف دائما أنه الإنسان بالعرس يدعو المحبين، يدعو الأقرباء، يدعو الأقارب، الأصدقاء، يدعو حتى الناس يفرحون معانا. وهذا العرس وللأسف في لحظة من اللحظات انقلب وتحول إلى هذه المأساة الكبيرة، ولكن مع ذلك أنه نحن استمرينا أن نعيش هذا الفرح اللي نحن راح نظل مستمرين بينه، لأنه الحياة راح تستمر. الفرح اللي نحن اليوم كي ندور علينا أنه نحن بالرغم من كل هذا الألم اللي نحن كي نعيش بينه، إلا أنه نحن كي نقاوم، أنه نحن عائلة واحدة، أنه نحن شعب واحد. بهذه المأساة الكبيرة اللي نحن عشناها ليلة 26/9 شفنا بأنه الشعب كله اتوحد. تلقينا كثير من الرسائل من إخوتنا الموجودين معانا في الوطن، كثيرين ساعدونا، اللي قدر بكل الوسائل المتاحة لهم قدروا يمدون يد العون لنا. ففعلا كان عرس، ولكن كان عرس من نوع آخر. فيبقى الفرح ويبقى العرس موجود، سواء عرس للفرح لديمومة الحياة، أو يبقى عرس للدفاع عن قيمة الإنسان ومساعدته، أو يبقى عرس آخر من نوع جديد اللي نحن أيضا اليوم مدعوين له، اللي هو عرس استمرارية الحياة، عرس ضد الألم، عرس ضد اليأس، عرس ضد الكآبة. اليوم أيضا نحن اليوم مجتمعين، اللي جمعنا هو أيضا عرس آخر، هو عرس الفن، عرس الثقافة، عرس الحضارة. على مر العصور أيضا كان الفن له دور في زرع الثقافة، وفي زرع الفرح، وفي زرع القيم الإنسانية،
والقيم التربوية في عقول الحضارات والشعوب والإنسان، مثل ما هو أيضا العرس اللي أسس الحياة الإنسانية، لأنه العرس يأسس ما هو الأسمى، يأسس العائلة اللي هي ركن أساسي من أركان المجتمع. وللأسف في 26/9 هذه العائلة تعرضت للانهيار، ولكن مع ذلك الكل وقف مع هذه العائلة. واليوم أيضا نشوف بأن الفن يرجع مرة أخرى يأخذ دوره، مثل ما كان عنده دور عبر التاريخ، يأخذ اليوم الفن أيضا دوره ويقف مع هذه العائلة ويعطي أجمل صورة، سواء من خلال الفن التشكيلي، من خلال رسم الصور الجميلة، الصور الرائعة اللي تعبر عن الحادثة، تعكس الواقع، أو من خلال النحت، أو من خلال التمثيل، أو أيضا من خلال الموسيقى، ومن خلال الشعر، ومن خلال كل أبواب اللي يقدمها الفن. فإذا الفن إخوتي الأحباء هو أيضا عرس جديد، أيضا هو عرس يدعونا اليوم له أن نشارك معانه حتى نحن نتخطى هذه المرحلة الصعبة وهذه المرحلة الأليمة اللي كي تعيشها منطقتنا بغدادي قرقوش. وما بس اليوم نحن محتاجين أن نتخطى نحن هذا الألم واليأس، لأنه ما بس منطقتنا اليوم كي تعيش هذا الصراع وهذا التوتر، أيضا اليوم كي نشوف بأنه عراقنا أيضا كي يعاني، لا بل منطقة الشرق كلها كي تعاني، وأنتم تشوفون بأنه بلدان قريبة من عندنا جدا كي تعيش حالة من الحرب، وحرب قوية وحرب دموية جدا. فأيضا كي نشوف بأنه الفن كي يشتغل وكي يحاول أن يوصل الرسالة من خلال الصور، من خلال نسميها الأشعار، ومن خلال غيرها. فإذا الفن هو رسالة قوية جدا، والفن أيضا له دور مهم وناشط في المجتمع، في زرع القيم الإنسانية وفي زرع الأمل. فنحن نشكر القائمين على هذا الحفل التأبيني الكبير، على كل من رسم هاللوحات الرائعة اللي راح تشوفوها، وأيضا على المسرحية اللي راح تعرض، وعلى الشعر اللي راح يلقى، وعلى كل الأمور الجميلة اللي راح تشوفوها، اللي راح تساهم في حياتنا، في إعادة البسمة على وجوهنا، وأيضا إعطائنا الطاقة والهمة والنشاط في تخطي هذه الحادثة الأليمة، ونرجع مرة أخرى كعائلة واحدة قوية حتى نحن نقدر نواجه حياتنا المستقبلية. الفن يرتقي الإنسان، الفن نبني حضارة جديدة، بالفن نحن نقدر نتخطي كل الصعاب. لازم نذكر حادثة في الكتاب المقدس، ما أقدر يكون كلامنا إلا يكون أكو حديث عن الكتاب المقدس. كلكم تتذكرون الملك شاول. الملك شاول كان يعاني من حالة نفسية عصبية في زمن العهد القديم، فكانوا يجيبونه بهذاك الزمان أطباء ما كانوا يقدرون يعالجونه. فمنو كان يعالجه؟ منو عالجوا داود النبي. فكان يجي داود النبي يعزف عنده، فكان ترتاح أعصابه وينام، لأنه الموسيقى أيضا هي فن. فمن ذاك الزمان قبل 3000 سنة الفن كان له دور في إبعاث رسالة سلام واطمئنانية في قلوب الناس، لا حتى كان رسالة أمان وسلام في قلوب الملوك. فاليوم نحن نشكر
هذا الفن الكبير اللي قدمتوه حتى يكون رسالة سلام وأمان واطمئنان في قلوبنا جميعا. مثل ما شفنا يوم 26/9 كلنا في العراق توحدنا بكل الأطياف، بكل القوميات، بكل المكونات. اليوم أيضا نشوف بأن الفن كي يجمعنا نحن كلنا. رسالة الفن هي رسالة إنسانية، رسالة صافية، رسالة ما تفرق ما بين مكون وآخر، رسالة ما إلها حدود، تتخطى الجميع، تدخل إلى كل القلوب، مثل ما كانت هذه الحادثة الأليمة دخلت كل القلوب ودخلت كل البيوت ودخلت كل المدن. هكذا الفن يدخل إلى الجميع. لذا أوجه رسالة إلى أخوتي وأخواتي الفنانين والفنانات أنه بأيديكم عفوا كنز عظيم. أنتم كي تحملون رسالة سامية جدا، حاولوا بهذه الرسالة السامية أشقد ما تقدرون أن تزرعون القيم الإنسانية، القيم الأخلاقية، القيم التربوية، اللي اليوم نحن كي نشوف كي تنطفئ شوية من مجتمعاتنا، كي نشوف اليوم كي تخف من مجتمعاتنا. ولكن بفنكم هذا أنتم تقدرون أن تدخلون إلى كل هذه البيوت بكل سهولة، تقدرون أن أنتم توجهون العالم، تقدرون أن أنتم تدخلون إلى أماكن من الصعب أن يدخل الآخرين إليها، لأن الفن هو مثل هذا الهواء الطيب، هذا النسم العليل، يدخل إلى الإنسان بدون استئذان. فإذا أخوتي الأحباء، فنكم ورسالتكم سامية وهادفة. حاولوا أنه أنتم بهذا الفن أن تطيبوا هذه الجراحات وتبعثوا رسالة الأمل والرجاء. بالفن يرتقي الإنسان، وإن شاء الله بفنكم هذا وبأمور الجميلة اللي أنتم رسمتوها والأشعار والمسرحية وكل شيء راح تخففون شوية من هذه الجراحات، وراح تحاولون أن تزرعون الفرح والبسمة في وجوهنا جميعا. وشكرا لكم. كما تضج شوارع بغداد بصور الضحايا، كذلك تضج ذاكرتنا بالذكرى العطرة لهؤلاء الأحبة. كل فقيد في القاعة هو وردة زرعناها في ضمائرنا لتنمو وتزهر إلى الأبد. الآن مع قراءات شعرية نبدأها مع الشاعر أمير بولس عكو، فليتفضل. شلام الخوان. مقدمة، الرحمة لشهداء عرس بغداد، والشفاء للمصابين، والعزاء لبغداد وذويهم الأجلاء. قبل النص: هي أرضنا تنبت الموت زهرا، هي سماؤنا تنهل المطر عطرا، هو ترابنا يحتضن جذرنا سفرا، هو تاريخنا يدون للأجيال سطرا. النص: في زيارة لمقبرة القيامة رأيتها هناك تحادث الشهداء، سمعتها تقول: لن أكتب لكم رثاء، وأنا عتيقة التاريخ، فالرثاء يزيدني موتا. أنا أتوجع حقا لكني لا أحزن، فكيف لأم تحزن في ليلة تعرس بنيها في السماء؟ أنا سأزور قبوركم كل صباح ليعطيكم الشمس، وأضع على باب كل قبر وردة وقصيدة، وسأقيم قداسا مساء كل يوم لنصلي معا.
سأكتب على جدران بيوتي، سأكتب على جدران بيوتي، باقية أنا ولن أتلاشى في منافي الهجرة. سأعلق على نواقيس كنائسي أيقونات السلام، وأرسم بألوان القوس قزح صوركم بابتسامات عيد الميلاد. وأوصي الشعراء أن يخلدوكم في معلقات الشعر، وأن يكون لكل واحد منكم نصباً في باحة كنيسة، في مدخل زقاق، في قلب مدرسة، وأن لا يحمل أطفالي شارة الحداد، بل وردة بيضاء عليها نقشت أسماءكم. نبقى الآن مع قصيدة للشاعر برزان عبد الغني، فليتفضل. السلام عليكم. سيدنا مار بنديكتوس، سيدنا أثناسيوس، آبائنا الكهنة، أخواتنا الراهبات، أساتذتي، أحبائي، أصدقائي، أبناء بغداد المتألمة في كل الأوقات، لكن في قلبها رجاء بيسوع المسيح. في تلك الليلة الموحشة تسابقت قدماي إلى تلك القاعة حيث الآتون المتقد. سمعت صوتاً يهمس في آذاني يقول: إياك والصراخ، إياك والأنين، فهنا يرقد الوجع، هنا تستأنس جروح المكبلين والمحترقين والمخترقين والمحرومين من رائحة المطر. هنا تستأنس جروح المحرومين، هنا يلقي آخر الصيادين شباكه التي اصطادت طفلاً مختنقاً. أسألك أيها التائه في الظلام، أسألك أين الطريق؟ أين بيتي؟ أين أمنيتي؟ أين أحلامهم؟ أين قهقهاتهم؟ أهناك عند ذلك الدخان الكثيف، عند ذلك الصخب الرهيب، أعند ذلك الصخب؟ أسألك أيها التائه في الظلام، أين المفر؟ كيف السبيل للخروج من هذا الآتون المتقد في قلبي قبل أجسادهم؟ أسألك كيف أنسى وذكرهم خالد أبدي؟ كيف أبعد هذه الأطياف المحلقة في مخيلتي؟ طفل مريم وستيلا وأيمن، طيف آردم وعامر وسارة، طيف سيرجون وكارمن وكيارا، طيف بيانكا وفيورونيكا، حنين وحبيبة، طيف سيلفانا وملك وأسرار ومنتهى وأطياف أخرى وأخرى، كوكبة تلو كوكبة تتراصف أمام رتبة الدفن وصلاة عبدي كانيح، تستقبل بهلاهل المحترقين دون موت، تستمع لأصوات قادمة من مقرأة الطقوس: ارفعوا النعوش، ارفعوا النعوش، ارفعوها، فترتفع النعوش وتنخفض العروش، وتبقى الأطياف بيضاء، كلها أطياف بيضاء هادئة حتى في تحليقها، تزين السماء بصفائها، تنشد لرياض خضراء، لكنيسة الطاهرة الكبرى، وأخيراً لمقبرة القيامة. وشكراً لكم. اليوم بعد 40 يوم من الحزن والحداد اللي أعلنته الكنيسة بعد حادثة أو فاجعة عرس بغداد، سوينا الحفل التأبيني لهذول الضحايا. طبعاً البرنامج اللي سويناه بسيط جداً، لكن كان تعزية للأهالي، تعزية للكنيسة، تعزية لكل شخص تألم
كان عندنا فقرة لقراءات شعرية لبعض القراء الشعراء، وأيضا كان عندنا 24 لوحة مشاركة في المعرض التشكيلي اللي كان يحمل دائما عنوان عرس بغدادة. حملت عناوين اللوحات الحزن واليأس والأمل اللي اليوم احنا بشوق أن نعيشه، وخطينا الخطوة الأولى اللي هي اليوم بهذا الحفل التأبيني أن نمشي اليوم إن شاء الله. تم لخني آخا بغداد إثوالا قداشة وإثوالا صلوثة داني ناشي ديكم فقدخ أمه وتري وثلاثي ديكمخ سهذياثة وإجوك يخ موجود آخا بدار ماربولس إيث حاليا معرض تشكيلي. هذا معرض تشكيلي كم عابر عن هذه فاجعة، عن هذه مأساة، عن هذه مصيبة دمبلة بريشة بغداد وشقلة منن أمه وتري وثلاثي من داني أخوان واثن وخثواثن فش سهذة وسهذياثة. طبعا ناشد ماثا كلها كينا مؤثرة، ناشد ماثا كلها كينا حزينة، ناشد ماثا كلها قبئها من درافع معنويات دته ومن تساندته ومن دمقويها وتاولها خيلة. أكيد تخني لك سمخخ اكد تحزن، لك سمخخ اكد تألم، لك سمخخ اكد موثة، وإنما دائما إيث أمل وإيث خاية وإيث دائما قيمته. فأكيد تخني يالد قيمته يخ ويالد خايخ وخايا لازم مستمرة. أني لوحات اجو دبش رسيمة بهذا معرض تشكيلي كم عبري حيلة عن هذا حدث كدخ من داني فنانين كلك ناقل من خلال هذه لوحة أو مندي كما وذله كلك ناقل هذه فاجعة. خازخ كلها عناصر حدث موجودة هنا، ولكن إيثا أيضا إيثا حيلم رموز أنهنا رموز ديدا نخني الإيمانية، رموز دمشي حيتوثة ديدا يعني حتى تخير خلوه ليه، والتاويلا أكيد تاويلا رجاء، والتاويلا أيضا دائما خيرخ الخاي بأنه خاي لازم المنتصرة الكل شر والكل ما ديث بأرقى ليلة باش. اجوا بهذا يوم محتفلا ب40 شهداء عرس بغدادة. طبعا أنا إحدى المشاركات بهذا معرض، مشارك لي بلوحتي دكم عبرة بحزن دم تخثنا وكلثة ما تحصل بقوه ما تحصل بمدينة، وهذا حريق تحصل له.